أثرت وفاة الملاكم الأمريكي من أصل يمني حمزة جهمي بقوة على مدربه جاك لو. مع نهاية القتال يوم السبت الماضي ظهرت جهمي بساقين متمايلتين، وعندما دق جرس النهاية كانت الدقائق والساعات التالية حرجة جدا. يقول المدير التنفيذي للجنة الرياضية في أوهايو: الفتى أخبر مدربه أن هناك ألما بركبته، ثم فجأة فارق الحياة، كما قال طبيب المستشفى التي نقل إليها بعد تلقيه ضربة قاضية. اليوم تحدثنا مع المدير التنفيذي للجنة الرياضية في أوهايو بيرني، حيث أشار إلى أن الملاكم اجتاز اختبار القدرات الجسدية ووقع على وثيقة الإعفاء عن المسؤولية وهو يعرف القواعد. ويضيف المدير التنفيذي بأن الملاكم أظهر أنه قادر على المنافسة لأنه فاز ب3 جولات من 4. لجنة أوهايو الرياضية هي التي تشرف على مباريات الملاكمة، وقد قدمت بالفعل تقريرا عن مباراة ليلة السبت. وقد حدثت واقعة مماثلة في مباراة للملاكم أنطوني مانشيني الشهير بلقب بوم بوم قبل حوالي 30 عاما، حيث توفي منافسه دوكو كيم. بوم بوم أخبرنا أنه إذا كان عليه أن يقول شيئا لأنطوني تايلور الملاكم الذي كان ينافس حمزة فيجب أن يكون ذلك على انفراد. الفتى حزين جدا، كان من المفترض أن يستمتع بالنصر الأول، ولكن الآن يشعر بالحزن والمسؤولية عن وفاة منافسه. المدرب جاك لو طلب من بوم بوم أن يتكلم مع الملاكم الشاب أنطوني تايلور. أظهرت بطاقات النتائج أن الجهمي قد فاز بالجولتين الثانية والثالثة، ولكن جرس نهاية الجولة الرابعة جاء متأخرا لإنقاذه وإنقاذ حياته التي انتهت وهو في سن 19. إنها رياضة قاسية ووحشية كما هو حال رياضة الهوكي وكرة القدم والبيسبول وكل الرياضات. لسنا في أعلى قائمة الوفيات، ولكن ذلك حصل لسوء الحظ تلك الليلة.